سنين ومحدش قرر يقعد فيه ليلة كاملة. أنا ضحكت وقلت عادي يعني، دي مجرد خرافات. لقيته بيقول عمرو. الغريبة إن ما كانش الصوت زي أي صوت عادي، ده نسخة من صوت أمي. بصراحة كده كنت هقوم أفتح، لكن افتكرت كلام الشيخ الكبير لما قال لي في البلد لو سمعت حد بينادي باسمك بعد نص الليل ما تردش مهما كان قريب لقلبك. فسكت. بعد دقيقة الصوت اتغير لصوت صاحبي، بعدها صوت أبويا، وبعدها بدأ يضحك ضحكة مش بتاعت بني آدم. وفضلت أقرأ كل ما أحفظه من القرآن الكريم. كل ما أقرأ الصوت كان بيبعد، ولكن فجأة باب الأوضة اتفتح لوحده والجو بقى تلج. وفي ركن من أركان الأوضة شفت ظل طويل جدا، راسه كانت بتلمس السقف وعينيه حمرة جدا لكن ما كانش بيتحرك. سمعت همسة، بصلي، افتكرت كلام الشيخ مرة تانية مهما شفته ما تبصش في عينيه. فضلت منزل راسي وكمل قراية زي ما انا. وبعد ثواني الهمس بقى صريخ، والصريخ بقى هبد في الحيطان، والبيت كله كان بيتهز. وفجأة كل حاجة سكتت. طلعت أجري أول ما أذان الفجر أذن، ورحت للشيخ وأنا مرعوب جدا. بصلي وقال لي الحمد لله إنك مردتش. قلت له كان إيه ده؟ راح رد عليا بهدوء وقال لي في حاجات ربنا خلقها في عالم غير عالمنا، ولو الإنسان اتبع ما يحفظه من ذكر الله وما جريش ورا الخوف أو الفضول ربنا يحفظه بإذنه. من يومها كل ما حد يندهني باسمي في وقت متأخر وأنا لوحدي بتأكد إنه إنسان الأول وبعدين أرد. في النهاية دي قصة رعب خيالية وليس حقيقية. أتمنى أكون عجبتكم، ولا تبخل علي بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس وكومنتك الجميل. واشوفكم في فيديو جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.